أو بالأحرى مصالحة بين الرئيس الجزائري والعاهل المغربي برعاية أمريكية بعد سنوات من احتدام الأزمة أو أزمة العلاقات بين البلدين. كثيرون تفاءلوا بذلك إثر تصريح لمبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وآخرون قالوا لن يصلح ترامب ما أفسدته السياسة. في مقابلة مع قناة CBS الأمريكية مشاهدينا، قال المبعوث ستيف ويتكوف إن بلاده تعمل حالياً على ملف الجزائر والمغرب، وأضاف سيكون هناك اتفاق سلام في رأيي في غضون 60 يوماً. وطبعاً مشاهدينا هذه ليست الإشارة الأمريكية الوحيدة. منين كتسمع على المغرب والجزائر كتفكر مباشرة في التوتر، في الحدود المسدودة، في الخلافات، ولكن مؤخرا بدات كتوصل اخبار غريبة بزاف. ترامب ناوي يتدخل باش يصلح بيناتهم. واش هادشي بصح؟ واش ممكن يتصالح المغرب؟ هادشي كامل غادي تشوفوا في هاد الفيديو. متنساوش ديروا لايك، تابوناو في لاشين. عفاكم الاخوان، عارف بانني تعطلت ولكن ما بغيتش ندير شي فيديو انا ما عارفش عليه بزاف، بلا ما نطولوا بزاف نبداو. على سيادة المغرب على الصحراء، نعول على نبل جلالة الملك وعلى التعاون مع جميع الأفرقاء. كانوا الجزائريين هن يريدون حل جذري وحل نهائي لهذا الموضوع، وأيضا يرحبون بإعادة التحسين. ماشي كذوب. حسب التقارير الإعلامية، فريق ترامب بدا كيهضر على خطة السلام بين المغرب والجزائر. واخا الموقف باقي غامض، كاين كلام على وساطة أمريكية كتسعى ترجع العلاقات بين البلدين في 60 يوم الجاية. باش فهموا القصة خصنا نرجعوا شوية اللور. في 2020 ترامب كان أول رئيس أمريكي يعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وهذا القرار قلب الموازين في المنطقة وخلى العلاقات المغربية الأمريكية تولي أقوى من قبل. لكن في المقابل الجزائر ما عجبهاش هذا القرار وشاف فيه تهديد لموقفها. اليوم ترامب وفريقه كيحاولوا يديروا وساطة جديدة باش يهدوا الأوضاع ويفتحوا الباب الحوار بين الرباط والجزائر. الهدف هو السلام، التعاون والرجوع ديال العلاقات اللي كانت زمان. والسؤال كبير، واش هل فعلا ترامب يقدر يحل المشكل بين إصلاح بين المغرب والجزائر، ولا غير سياسة وانتخابات وبغى يرجع الأضواء عليه قدام العالم؟ منسوش أن العلاقات بين البلدين ماشي غير مشكل بسيط، ولكن راه فيه ملفات كبار: الحدود، الصحراء الغربية، الأمن وحتى الإعلام. ممكن حتى رئيس أمريكي حلها غير في ليلة ونهار. ولكن راهم كلشي كيبقى الأمل الشعب المغربي والجزائري باقي كيبغي يشوف السلام، يبغي يشوف جيران كيرجعوا يتصافحوا، يبغي يشوف الحدود محلوله والناس كيدخلوا ويخرجوا بلا خوف. يمكن ترامب يكون اشاره ديال البدايه، ولكن الصلح الحقيقي غادي يجي نهار الشعبين يقولوا كفايه، مبقيناش باغي الكراهيه، باغي نعيشوا في سلام. وفي الاخير ماشي ترامب ولا بايدن اللي غادي يصلح بين المغرب والجزائر، اللي غادي يصلح هو النية ديال الناس والرغبه ديال الشعوب. هنا غادي يسالي الفيديو ديالنا. ما تنساوش ديروا لايك، تابوناو في لاشين. الا بغيتوا فيديوهات بحال هادو شجعونا باش تكملوا فيهم. باي باي.